في رولز لازم تبقى عارفها قبل ما تبدا معايا الكورس، وده لمصلحتك قبل اي حاجه. نمبر 1، الهوم ورك اتس نوت اوبشن، يعني لازم تبقى جاي ومعاك الهوم ورك كل سيشن، لان لو مفيش هوم ورك مفيش متابعه، اذا مفيش نتيجه كويسه. تاني حاجه، دونت بي ليت، ما تتاخرش ابدا عن ميعاد السيشن، لازم تبقى موجود، عشان لما بتيجي متاخر ده بيعمل تشتيت ليك ولزمايلك الموجودين. نمبر 3، يو هاف تو اتند كويزز، لازم تحضر الكويزز اللي بنعملها في بدايه السيشن، ولازم تبقى ريدي ومذاكر كل الاجزاء اللي احنا خدناها عشان نقدر نعمل لك ايفالويشن بالشكل المظبوط. رابع حاجه، الابسنس يا جماعه، ودي اكتر مشكله بتواجهنا كتيتشر، الغياب الكتير. انا بسمح الغياب اكتر من 3 مرات without excuse، انا هعتذر منك ومش هتقدر تكمل معايا الكورس، لان ده هيأثر عليك بشكل سلبي. اولا ان في اجزاء هتقع منك، ثانيا في دروس بتبقى مترابطه ببعضها، فده هيعمل عندك شورتج في حاجات معينه هتأثر عليك بعد كده لما تيجي تحل امتحانات بشكل كامل. خامس حاجه، الموك اكزامز، you have to attend all the mock exams without any excuse عشان تتدرب على التايم مانجمنت. تاني حاجه، لازم نعمل ايفالويشن في كل الكريكولم اللي احنا درسناه مع بعض، عشان نقدر برضو نشوف ايه الشورتج اللي عندك ونقدر نشتغل عليه قبل الترايل بتاعك. لو هتلتزم بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اهلا بيك، ولازم تبقى عارف ان انا هنا عشان اساعدك تفهم وتعرف ازاي تحل عشان تقدر توصل لاعلى سكور. وزي ما المدرس مطلوب منه ان هو يكون ملتزم مع الطالب كمان لازم يبقى ملتزم في الحضور والواجبات وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا، ولازم تبقى عارف ان الالتزام هو سر من اسرار النجاح.